هنا في اسكندريه مفيش ابار بترول، اللي موجودين دول سواء كان على اليمين او على الشمال معامل تكليف، معامل تكليف، لان احنا بنستورد بنزين. فبنعمل عمليه تكليف موجوده في اسكندريه. انا زي ما قلت لكم المينا، طب المينا بيبقى في اسكندريه طاقنا بترول في ملعب كبير او الحاجات الكبيره فما بتعديش بيعملوا عمليه تغطيه معموله في اسكندريه وبيحولوها تاني لبناء المصري. دي بتمشي بضغط في الارض. تمام. اما بالنسبه لابار البترول اللي موجوده عندنا، ابار البترول اللي موجوده في الصحراء الشرقيه، وهي يعني ممكن نعتبر عطارة لك. يعني عندنا في جبل الزيت والبيس بعد عين السخنة شوية صغيرة حاجات صغيرة كده في الخليج السويس أبار بترول. تمام؟ طبعا البترول اللي بيخرج من عندنا في مصر ما بيكفيش الاستهلاك بتاعها، ولكن يخرج من عندنا الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ده مصر عندنا مصر وبنصدر كمان، بس يعني موضوع التصدير ده مش عايزين نتكلم فيه لان الموضوع كبير قوي. تمام. وزي ما قلت لكم في الاول انا ما بتكلمش كتير ولا في ولا في السياسه. دع الخلق للخالق. الاسكندريه من التخمرات. المنطقه اللي جت يا جماعه لو حد كان يسمع العجمي، تفتح البحر منطقه العجمي، منطقه العجمي منطقه ساحليه سياحيه كانت في الاول الناس دول كانوا زين حاجين عندهم الفيلا بتاعتهم هناك. دلوقتي في الوقت الحالي كل الفيلا دي اتهدت واتبنت ملايين وللمصيفين تكون موجوده للمصيفين. الوقت الحالي الساحل الشمالي